موجز من بريس 23. أنا ديالا خلف. قال رئيس الائتلاف السوري المعارض أنس العبدة من أربيل: نأمل أن تشارك قوات بيشمركة روجافا في القوة التي ستدخل مدينة أعزاز. كما اعتبر العبدة أن إعلان معركة تحرير الريف الشمالي لمدينة الرقة من قبل قوات سوريا الديمقراطية هو تصرف فردي واحتكار سيؤدي إلى نتائج كارثية. رئيس محلية المجلس الوطني في مدينة عامودة يتعرض للضرب من قبل مجهولين. الصحفي خورشيد دلي لبريس 23: لتحرير الرقة أهمية بالغة للكرد، وأردوغان يؤسس لديكتاتورية جديدة. البيشمركة تحبط هجوما لتنظيم الدولة الإسلامية في محور الخارج. قوات سوريا الديمقراطية توسع رقعة تقدمها باتجاه المنبج. الدفاع الروسية تنفي شن مقاتلاتها غارات على مدينة إدلب، وتتهم بعض المصادر بنشر أخبار زائفة بهذا الخصوص. رئيس حكومة النظام السوري: يجب أن ينعكس خفض سعر الصرف الدولار على واقع حياة المواطنين. للمزيد من المعلومات والأخبار يرجى زيارة موقعنا www.press23.com.